من أسهل الوصفات وأبسطها توجديها في 10 دقائق وتتقهوي بها مع الحشية. تجي من أروع ما يكون. بانكيك محشو بالشوكولا. هنا تقدري الحشو ديري شوكولا، تقدري ديري كونفيتور، تقدري ديري واش حبيتي في الحشو، بصح بالشوكولا يجي واش نقولك من أروع ما يكون. سورتو لزتي له هنايا شوية تاع البنان، يجي الله الله تتقهوي به ولا أروع. نتمنى تجربي معايا الوصفة وتتبعي معايا الفيديو حتى التالي باش تشوفي أبسط وصفة ممكن تجربيها. نبداو على بركة الله. هنايا عندي في غسيبيون 2 حبات بيض، نزيد لها نص كاس تاع السكر، سكر عادي، ونزيد لها قرصة تاع الملح، نخلطهم مليح. هنايا نسحقوا غير الفوي، ما نسحقوا لا باتور لا حاجه واحده اخرى فيها التعب، غير الفوي فقط. نخلطوا مليح هذاك البيض مع السكر، نروحوا نضيفوا له. هنايا شوفوا، هنايا كنت ضفت له 4 كاس تاع الزيت، المقطع تحذف لي، كنت زدت 4 كاس تاع الزيت، زدت مغرف مليحه تاع لافاني، وزدت هنايا كاس تاع حليب ومعاه نص، يعني نص كاس ونص تاع حليب، المجموع كاس ونص حليب. هادو هما خلطهم مليح ونبدا نضيف الفرينه. مكاش اسهل من هاد الوصفه، يعني ما فيهاش مقادير بزاف. المقادير تاعها اللي تحتاجيهم موجودين في كامل البيوت، يعني كامل البيوت عندهم فرينه، عندهم زيت، عندهم حليب، عندهم بيض، يعني سهله ما تامنوش وتوجد في دقائق. هنا درت كاس الاول تاع الفرينه، دوك نعطيكم الفرينه بالضبط، ولكن ما تديروش عليها 100%. دائما نقول لكم كاين الفرينه اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. انا درت الكاس الاول تاع الفرينه، درت معاه نص باكي تاع خميره كيميائيه، خلطهم شويه، زدت هنايا الكاس الدوزيام، الكاس الثاني تاع الفرينه، نسيي ندخلها مليحه هنايا حتى ندخل مليح الكاس الثاني باش نشوف القوام تاع العجين. الا خاصني الفرينه نزيد، والا جاني القوام هذاك هو خلاص. انا هنا القوام بان لي خفيف، زدت له نص كاس تاع فرينه واحد اخر، يعني المجموع كامل تاع الفرينه 2 كيسان ونص. هنا الخليط تاعنا القوام تاعه لازم يكون كيما القوام تاع المسكوتشو، يعني كيما الكيك اللي نطيبوه، بسكوي العادي، يعني يكون شويه ثقيل باش من نحطوه في المقله ما يسيلناش كامل. ان شاء الله يكون كلشي مفهوم. هنا نحطوا الفوي على جهه، نروحوا نديروا الطاجين تاعنا فوق النار يسخن، ونبداو هنا بعد ما حمالي مليح الطاجين نخلوه يحمى مليح، نبداو نضيفوا كما راكم تشوفوا فيا بهاد لالوش، ونخدموا بها، نسيو نديروا هكا قرصات، يعني يكونوا بنفس الحجم، يعني سي عينك ميزانك يكونوا كامل كيف كيف، باش من بعد كي نلصقوا حبه مع حبه يجونا كيف كيف. نخلوهم حتى يدير لنا فقاعات من الفوق، يعني يبدا ينشف، باش عادك نروحوا نقلبوها على الجهه الثانيه، تكون الجهه التحتانيه خلاص تحمرت. شوفوا كيفاش يدير لنا في الفقاعات، يعني بدا ينشف لنا من الفوق. خلاص هنايا قلبت الحبه الاولى، شوفوا نقرب لكم الحبه الثانيه باش تشوفوها كيفاش تجي. شوفوا يعني كي شغل بغرير صغير وخلاص يشبه شويه للبغرير، غير البغرير يجي بالسميد وهذا بالفرينه. نقلبوهم على الجهه الثانيه، خلوهم حتى يتحمروا ثاني من الجهه الثانيه ونقلعوهم. يعني حاجه سهله وتوجد ليه في دقائق فقط. نكملوا كامل الحبات تاعنا بنفس الطريقه باش نروحوا نزينوهم بالشوكولا. نطيبوهم كامل بنفس الطريقه. هنا بعد ما كملتهم كامل نجي ندير لهم الشوكولا. انا اختاريت شوكولا طختيني، يعني هما معروفين يجوا بالشوكولا، بصح تقدري ديريهم سييت، يعني حبات حبيبات هكا بالكونفيتور، وعجبوني صراحه والله يجوا بنان. الا ما كفاتكش الشوكولا ولا ما كانتش عندك ولا وتشهيتيهم يجوا بزاف بنان تاني بالكونفيتور، يعني تعمريهم بالوسط في الوسط بالكونفيتور يجوا بنان بالبزاف. انا اليوم كانت عندي شوكولا، درت لهم شوكولا غلقتهم كامل حبه مع حبه،
ولو الشوكولا اللي بقات لي درتها في هذاك صحن صغير ودرتها في الوسط، ومام زدت درت زيكزاك بالشوكولا. يعني جاو ما شاء الله يجوا بنان تقهوينا بهم، والله حبه ما بقات. يعني ننصحكم ديروا هذه المقادير اللي عطيتهم لكم، يعني يجوا بزاف بنان وما تشبعوهمش. ولكن اللي مبتدئه ولا اول مره تجربه تقدري ديري نص الكميه، يعني كامل المقادير تقسميهم على 2، ديري حبه بيض وتقسمي كامل المقادير على 2 وتجي كونتيتي صغيره. وهذه هي النتيجه النهائيه تاع لي بانكيك تاعنا تاع اليوم. جاو ما شاء الله يجوا طريين، يجوا من الداخل خفاف كي الريشه، يجوا بنان، يجوا. ننصحكم تجربوا الوصفه على ضمانتي. الا جربتوها نتمنى تعاودوا ترجعوا لا فيديو وتقولوا لي ارائكم كيفاش جاتكم. وإلا وصلتوا معايا لهذه المرحله تاع لا فيديو نتمنى تدعموني بالجيم وبالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وبالبارطاج باش تعم الفائده، فضلا وليس امرا. ومع السلامه حبوباتي، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.